اللهم صل وسلم وبارك على شفيع سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. كل سنه وانتم طيبين وبلمه رمضان دايما متجمعين، ويا رب يخش علينا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين. شايفين بقى يا بنات، عملنا شويه قطايف هتخشوا رمضان وانتوا فعلا مبدعين. هتعملوا شويه كنافه وقطايف هنعملهم في البيت بارخص الاسعار، وهنسيبك بقى من استغلال التجار. شايفين كنافه القطايف بتاعتنا عامله زي الميه، وباي لون بقى انت عايزاها هتلونيه وتفرحي اولادك زي ما انتم ما شايفين كده بالظبط. اصفر تلاقي، اخضر تلاقي، احمر تلاقي، زي ما انتم عايزين هتعملوها. والحشوه اللي هتعجبكم بيها هتحشوا بقى كنافه محمره، هنحشي بيها عجوه، هنحشي بيها لحمه مفرومه، هتعمليها زي السمبوسه كده بالظبط بالفراخ المعصجه، هتحشي مكسرات زي ما انت ما عايزه هتعمليها. العجينه بتاعتنا سهله وبسيطه وخفيفه جدا، وهتطلع معاكي كميه حلوه جدا. يعني من نص كيلو دقيق هنعمل كيلو وربع من القطايف زي ما انتم شايفين كده بالظبط. حاجه حلوه جدا وعامله زي الميه، يعني هنعمل حاجه سبيشال. ويلا بينا بقى نشوف الطريقه، وكل سنه وانتم طيبين. وهنا بقى عشان نعمل احلى قطايف محتاجين نص رتل من الميه، بس لازم الميه بتاعتنا تكون دافيه، وهننزل عليها بمعلقه من الخميره الفوريه، وهننزل كمان بمعلقتين من السكر. ادي معلقه وادي المعلقه التانية. وبعد كده هنبتدي ان احنا نشغل الخلاط ندوب السكر مع الخميره. وفي مرحله تشغيل الخلاط هننزل بكوبايتين ونص من الدقيق، يعني بمعدل نص كيلو من الدقيق بالظبط. العجينه هنا بتاعتنا تبقى عامله زي عجينه الكريب بالظبط، يعني لا هي خفيفه ولا تقيله. واحنا بنشغل كده الخلاط هننزل بمعلقه حلوه كده من البيكنج باودر، يعني حوالي معلقه كبيره. هنفضل بقى مشغلين كده الخلاط بتاعنا لغايه لما نضمن ان كل الخليط بتاعي يتجانس مع بعضيه وبقى خليط ناعم جدا. هننزل هنا بقلب الخليط بتاعي في اي دورق يكون ليه بوز، علشان خاطر لما نيجي نصبه يتصب معانا بكل سهوله. وفي المرحله ديت احنا مشغلين الاير فراير بتاعنا علشان خاطر احنا هندخل العجينه بتاعتنا فيه، لان الدنيا ساقعه جدا ومش هتخمر معانا بسهوله. فعشان كده احنا لازم ندخله في فرن او في الاير فراير او في اي مايكروويف او اي حاجه لمده دقيقتين بالظبط، هتلاقي الخميره بتاعتي خمرت على طول. انا هنا طبعا كنت مشغلاه على 5 دقايق يا دوبك بس يدفى، بس انا هنا كنت مشغله الدفايه، ما كنتش مشغله يعني على اي تشغيل، انا كنت مشغله بس الدفايه بتاعه الفراير. وهبتدي ان انا انزل درجه الحراره من 5 دقايق لهنزلها لدقيقتين بالظبط، لان انا مش عايزاها تخمر اكتر من كده. هي كده الفراير كان سخن، فلما هندخل عليها الخميره بتاعتنا هتخمر على